هلو، عاملين ايه؟ يعني اتمنى جدا ان انتم ما تكونوش حرانين، واتمنى جدا للناس اللي بتحب الصيف انها تكون مرتاحه دلوقتي، عشان مش فاهم هما هيرتاحوا امتى. هترتاحوا لما تبقوا في جهنم يعني؟ ما هو الصيف اهو، الشمس مزهقانه والمروحه ما بتمروحش. عارف التكييف بكام دلوقتي؟ يا اللي بتحب الصيف انت. ماله الشتا يا حبيبي؟ ماله الشتا؟ ما الشتا حلو وفي مطره وتلج وبتاع، وممكن تروح تصيف في الشتا كمان، يعني مش لازم تختار الصيف يعني، ده لو معاك فلوس اصلا. ودايما تلاقي كل اللي بيحب الصيف ده اصلا فقير ابن معهوش فلوس ان هو يروح المالديف او حتى العين السخنه، ده معهوش فلوس ينزل الترعه اللي قدام بيتهم، ويجي يقول لك بس انا بحب الصيف عشان بنروح نصيف. تصيف فين يا ابن الفقيره؟ معلش ان انا ما صورتش بقالي كتير، يعني اصل الفيديو الاخير حقق نجاح كبير جدا، فانا بقى اتغريت، حسيت ان هو لا انا مش هصور فيديوهات تاني، هصرف بقى الفلوس الكتير فشخ اللي جات لي من وراه، بعد كده هبقى اصور تاني بقى بعد ما فلوسي تخلص. ففلوسي خلصت فقلت اصور تاني بقى فيديو النهارده عن التلاجة دي حاجة مقدسة عند الأمهات، زي ما الفكة مقدسة عند السواقين. اتكلمنا عن المواصلات في الفيديو اللي فات، خش شوفه، هسيب لك اللينك تحت في الديسكريبشن يعني، ماشي؟ واعمل اشتراك بقى، ما تبقاش بخيل ابن. فازاي بقى التلاجة حاجة مقدسة عند الأمهات؟ هقول لك انا ازاي. جرب كده تفتح التلاجة مرتين ورا بعض خلال 10 دقايق او نص ساعة مثلا، شوفوا بتعمل فيك ايه. ساعتها انت تعرف ازاي هي بتحب التلاجة اكتر منك. هتقولي لا دي امي بتحبني اكتر من التلاجة ومش عارف ايه. جرب روح افتح التلاجة واقفلها مرتين ورا بعض، ولو ما لقيتش شبشب جاي في قفاك بسرعة البرق، ما بقاش انا، يعني بسرعة البرق حرفيا يعني. ودايما التلاجة اي حد يسيب فيها حاجة بيرجع يلاقيها الا انت لما بتسيب حاجة في التلاجة استحالة ترجع تلاقيها، كأنك بترميها في حفرة باين ولا مش عارف في ايه، برميها في عالم موازي بتروح لناس تانية، كأن كده فيها حاجة عايشة معاك بتاخد الحاجة دي، ما بتصدق تشوفك حطيت حاجة في التلاجة عشان تروح تاخدها. يعني مش فاهم، يعني احط الحاجة فين طالما مش هحطها في التلاجة؟ ماشي، يعني لو عايز تحطها في المكان ده حطها، بس عندك انت، انا مش مسؤول. لو بتسأل ايه هو المكان ده، فاكيد هو اللي جه في بالك برضو يا خلبوس، انت يا خلبوس. طب ومثلا لو انت بقى مظبط يوم الخميس وعايز تتفرج على الفيلم بقى، وبكره الجمعة فهتسهر، فلازم يكون عندك مقرمشات بقى وشوكولاتة وبيبسي وشيبسي، فدخلت تستحمى عشان ما تعيش في درجة الحرارة الهائلة اللي احنا عايشين فيها دلوقتي، عشان تبقى فريش كده وتشرب الحاجة الساقعة بتاعتك. جيت تفتح التلاجة ما لقيتش الحاجة الساقعة بتاعتك، هو انت لقيت ازازه فاضيه، هي كانت الحاجه الساقعه بتاعتك. هنا بقى يجي دور المحقق كونان اللي عايش جواك، اللي هيدور في البيت كله لحد ما يعرف مين اللي شرب ازازه البيبسي دي قاطع. طب هتعمل ايه بقى بعد ما تطلع المحقق كونان اللي جواك؟ هتحقق يا سيدي. هتعمل ايه يعني؟ هتعمل تحقيق مع الناس كلها، هتروح تسال ابوك مين انت شربت هتروح تسال ابوك انت شربت ازازه البيبسي يا بابا، هيديك بالقلم. هتروح تسال اخوك انت شربت ازازه البيبسي، هيديك بالقلم برضه. روح اسال امك، هتقول لامك ماما وانت شربت ازازه البيبسي، مش هتديك بالقلم بقى، هتقعد تصوت وتقول انت مصيبني ومش عارف ايه، ازازه بيبسي ايه اللي هتفرق ما بيني وما بينك، وهتكبر الموضوع فشخ. فانت احسن لك يعني وفر العناء ده وقول الله يسامحك الخطأ وخلاص، يعني انت استحاله تلاقي مين اللي خد ازازه البيبسي. بعد بحث واستمعاء واستنعاء اي حاجه فيها دي في الاخر، بعد ما عملناها انا واسره البرنامج اكتشفنا حل. اي حاجه صغيره مثلا زي الشوكولاته او البيبسي او الحاجات دي، احنا ممكن نخبيها في حته جوه التلاجة من غير ما حد يعرفها. ازاي بقى؟ ده كان حل لواحد اسمه احمد شغال معانا في البرنامج، فلو طلع غلط حاسبه احمد واكتبوا له تحت في الكومنتات. هو بيقول ايه؟ ان احنا مثلا لو جبنا كيس الشوكولاته وحطيناه جوه كيس بسله او كيس ملوخيه جوه الفريزر، كده امك مش هتعرف او ايا كان مين اللي فتح الفريزر مش هيعرف ان في شوكولاته جوه الكيس ده. بصوا، هو الحل ده كان كويس لحد ما انا جربته، فخبيت فعلا شوكولاته جوه كيس الملوخيه وحطيتها في الفريزر، اكيد ما حدش هيشوفها. فللاسف امي في اليوم ده عملت الملوخيه اللي هي جواها كيس الشوكولاته، فالشوكولاته بهتت على الملوخيه والملوخيه بهتت على الشوكولاته، فبقت الملوخيه بايظه والشوكولاته بايظه، يعني 2 باي 1. ويعني ما احبش اقول لك كميه الاقلام والقفايات والشلاليت اللي حصلت لي في اليوم ده عشان بوظت الملوخيه اللي ب5 جنيه والشوكولاته اللي ب25 جنيه. انصحك يعني تجربه، بس جربه في اليوم اللي امك مش هتعمل فيه ملوخيه، او ما يعني حطه في الكيس اللي امك مش هتعمله قريب، يعني عشان ما تتقفش ماشي. احنا دلوقتي عرفنا طريقه ازاي تخبي اي حاجه صغيره، شوكولاته، اروحه، بونبوني، كيكه، في التلاجة من غير ما حد يقفشك. طب لو عايزين نخبي مثلا حاجه كبيره زي ازازه مثلا، فلا دي صعبه دي، انت عشان تخبيها لازم تحطها في يعني لو تعرف يعني ماشي، لو هتعرف تخبيها في المكان ده عندك جرب جرب جرب، افتحها وحطها.
جود يمكن تنفع. وبس كده يكون خلص الفيديو. اعمل اشتراك واكتب في الكومنتات انت عايز ايه الحلقه الجايه، واوعى تخبي حاجتك في التلاجة وخبيها في الدولاب احسن، حتى لو هتاكلها سخنه بدل ما تاكلهاش خالص. باي.